بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأسعد حال. النهاردة هنعمل مع بعض كرات البطاطس البسيطة اللي مش محتاجة أي مقادير، مش هتكلفك أي شيء أكتر من إنك عندك بطاطس ومعلقتين دقيق وعودين بقدونس، وأهم معلقة هتضيفيها كمان معاهم هي دي اللي هتخليها مقرمشة من غير ولا بيض ولا بقسماط ولا أي تعب ولا دوشة ولا دربكة. مجرد ان انت هتخلطي المجموعة دي مع بعضها هتطلع لك احلى بطاطس باحلى طعم، هيخلي ولادك يحبوها جدا ويطلبوها منك كل يوم. هنعملها مع بعض في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. لو اول مرة تزوروني ننزل نعمل سبسكرايب للقناة، ولو كنتم من متابعينا فلايك وشير للفيديو وتعليقكم الجميل الرقيق اللي بيخلينا نجيب لكم كل جديد واقتصادي يمشي يومنا وحياتنا بأقل التكاليف. وجبة البطاطس بتاعتنا النهاردة أنا استعملت فيها 7 بطاطسات متوسطين الحجم وسلقتهم زي ما هم بقشرهم كده، طبعا بعد ما غسلتهم كويس. أنا سلقتهم بحيث إن السلقة متكونش تهري البطاطس، تبقى مسلوقة كده نص سوا ماسكة نفسها. وهنقشر البطاطس كويس وهناخدها مع بعض على الكبة كده ونفرمها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث انها تتمسك في الايد كده زي العجينه زي ما احنا شايفين كده. وطبعا لو ما عندكيش الكبه تعمليها بالهراسه بتاعه البطاطس او بتاعه الفول عادي جدا بمنتهى البساطه. هنجيب مع بعض معلقتين دقيق وهنحطهم على الخليط بتاع البطاطس، وهنجيب بقى باقي التوابل بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل، كزبرة ناشفة، كركم. وما ننساش الملح بتاعنا بقى في الاخر حسب الرغبة، لو عايزة ملح كتير او ملح شوية الملح ده بيرجع لك انتي حطيه اخر حاجة. ونيجي بقى الاهم، معلقتين النشا اللي هتخلي البطاطس بتاعتك كريسبي وجميلة وطعمها تحفة جدا ومش هتشرب معاكي اي زيت. وهتلفي الخليط ده كله مع بعضه في الكبة معاكي لحد ما يتكور معاكي كده وما يلزقش في الايد. نجيب بقى مع بعض عودين بقدونس او عودين شبت المتوفر عندك حطيه، وناخدها بقى لفة كمان سواء بقى بالكبة او بالهراسة زي ما انت عايزة. نيجي بقى لاخر تركة معايا: باكو مرقة الدجاج الفورية، ده طعم فعلا التوابل فيه تحفة جدا وهتخلي البطاطس بتاعتك لها طعم مختلف. وهنقلب بقى تقليبة كده بسيطة معانا، ونبدأ بقى الخطوة اللي بعدها ان احنا بقى نكور ونشكل البطاطس ونحضرها عشان القلي. نجيب بقى طبق فيه حبة زيت جنبنا كده وندهن بيه ايدينا كده على خفيف ونبدأ نشكل البطاطس. لو عايزة تحشيها بأي حاجة، أنا هنا حشيتها بالجبنة، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة براميلي حادقة أو خزين عندك، بتطعمها جدا وبتخلي طعمها مختلف عن أي بطاطس تانية. وتكوريها كده في إيدك وتبدأي تحطيها في طبق على جنب لحد ما تخلصي الكمية كلها. الحشوة دي يا جماعة اختيارية، ممكن ما تحشيهاش خالص، وممكن كمان تحشيها لو عندك بواقي فراخ أو بواقي لحمة مفرومة أو بواقي أي جبن عندك، لانشون أو بسطرمة. ممكن الحشوة دي انتي تشكليها على ذوقك وبمزاجك على حسب الموجود والمتاح عندك. وفي نفس الوقت ممكن تعمليها سادة خالص تكوريها وهي فاضية كده من غير أي حشوة، وتحاولي كده تلميها على بعضها لغاية ما تخلصي الكمية كلها اللي معاكي. أنا هنا يا بنات ولا ضفت بقسماط ولا ضفت بيض ولا ضفت أي حاجة من الحاجات دي، أنا عايزة البطاطس بتاعتي بأقل التكاليف تطلع وجبة شهية وطعمها تحفة بسبب الإضافات والتوابل الجميلة اللي بطعم مختلف. هتضيف فعلا البطاطس طعم جديد وهيحبوه أكيد ولادك وهيطلبوها منك كل يوم. هنا بقى أنا سخنت الزيت، زيت حامي، وبدأت أنزل بالكور بعد ما طلعتها من التلاجة. بدأ كل وش من البطاطس اللي معايا ياخد بالظبط دقيقتين في الزيت، وأبدأ أقلب على الوش التاني لأن البطاطس عندي اوريدي مستوية، يا دوبك بس تاخد الوش اللي بره ده، الكفر الخارجي بتاعها. وأقلب بقى على الوش التاني. شايفين البطاطس بتاعتي ولا فكت ولا الكور فكت من بعضها ولا الجبنة اتقطعت ولا ساحت في الزيت، الكورة زي ما هي بالظبط، زي ما حطيتها في الزيت وهي لسه ما خدتش اللون بتاعها زي ما هطلعها بالظبط سليمة زي ما هي. الطبق ده طبق خفيف وبسيط وجميل في يوم ما عندكيش فيه اي حاجة ممكن تقضيه بيه، وممكن ينفع كمان طبق من اطباق المقبلات لو عندك عزومة، بيبقى طبق جميل جدا وشيك جدا جنب الاطباق الرئيسية اللي انت عاملاها. كده انا عملت طبق بطاطس مقرمشة، كرات مقرمشة، تنفع كطبق رئيسي في اي يوم عادي عايزة تقضيه بيه، وممكن طبق مقبلات مع
أطباق رئيسية في أي عزومة، وما استعملتش فيها ولا بيض ولا بقسماط ولا أي تكلفة عالية تغليلي من الطبق استخدمت فيه البطاطس ومعلقتين دقيق ومعلقتين نشا وعودين بقدونس أو شبت، وبكده أنا عملت طبق تحفة جدا هيعجب الولاد جدا لأنه شهي وريحته تحفة. ده راجع للتوابل وباكو مرقة الدجاج الفورية اللي خلت طعمه تحفة جدا كأنك حاطة معاه فراخ بالظبط. وبكده الطبق بتاعي خلص زي ما انتوا شايفين كده، وانا فرشت له فرشه بقدونس كده تحت منه للتزيين. الطبق بتاعنا ده يتاكل بعيش بلدي او عيش اسمر او عيش شامي وحبه مخلل، يبقى تحفه جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم ونفذتوها كطبق رئيسي في يوم عاوزه فيه اكله خفيفه وسهله تكون سريعه، او كطبق مقبلات في اي عزومه عندك، وتقولي لي رايك وعملتي ايه في الكومنتات. أتمنى يكون الفيديو سهل وخفيف، وأتمنى إن شاء الله تنفذيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.